السلام عليكم. بيراميدز يخش بعرض قوي لبتروجيت عشان يحصل على خدمات حامد حمدان. يعني دلوقتي حامد حمدان دخل في 3 أندية عايزين يخلصوا معاه. طبعا زي ما احنا عارفين ان الزمالك كان مدي وعد لبتروجيت، ده كان اول نادي يتفاوض على حامد حمدان مع بتروجيت. كانوا اتكلموا ان هم هيخلصوا فيه ب 20 مليون جنيه. بعد كده النادي الاهلي راح جس نبض حامد حمدان وقال لك ان انا هدفع مليون دولار للاعب لمده 4 سنوات، يعني هيدفع مليون دولار كل موسم للاعب، وهيزيد 100,000 دولار على كل موسم، يعني على ال4 مواسم كل موسم ب100,000 دولار. بعد كده دلوقتي الجديد ان بيراميدز دخل في الصفقه. طبعا احنا عارفين ان حمد حمدان في كأس العرب لسه متواجد في قطر مع منتخب فلسطين، وبيراميدز ايضا في قطر عشان كان بيلاعب فلامينجو. فراحوا اتكلموا مع اللاعب غاروه، قالوا له ان احنا هنديك 2 مليون دولار في الموسم، والنادي الاهلي كان بيتكلم زي ما قلت لكم في مليون، وهيزود 100,000 دولار كل موسم. طيب دلوقتي زي ما قلت لكم ان ال3 أندية عايزين يخلصوا في الراجل. يعني ممكن دلوقتي بيراميدز يروح يعرض على نادي بتروجيت مليون دولار عشان يخلص فيه. يعني النادي الاهلي عارض 30، والزمالك لما عرف ان الاهلي دخل ب 30 زود، قال لك احنا بنتكلم دلوقتي ب 25 مليون جنيه عشان يخلصوا اللاعب من النادي. طيب دلوقتي بيراميدز ممكن يروح يخلص بمليون دولار، يعني بحوالي 50 مليون جنيه، وطبعا اللي هيدفع اكتر هيشيل. فده بالنسبه لصفقه حامد حمدان، دخل فيها 3 أندية. الثالث هو بيراميدز الجديد طبعا في الصفقه، ودخل وعايز يقنع اللاعب ان هو هيديله 2 مليون دولار في الموسم. 2 مليون دولار كتير يعني الصراحه على اللاعب، ولكن دي كانت اخر الاخبار بالنسبه لصفقه حامد حمدان، ان بيراميدز داخل بقوه. هل مين بقى هيخلص فيه؟ الله اعلم. اللي هيدفع اكتر طبعا هو اللي هيشيل. كان في اجتماع النهارده مع ياسطرب والخطيب وسيد عبد الحفيظ عشان يحطوا اللمسات الاخيره، بيتكلموا مع الراجل بقى مين هيستنى، مين هيجدد، ايه الصفقات اللي هتيجي. لان طبعا زي ما احنا عارفين ان يزن النعيمات كان المهاجم الاول لياسطرب وكان عايزه بقوه. الراجل قال لك هو ده المهاجم الاول اللي بريورتي عندي ان هو ينضم للنادي الاهلي، ولكن جات له الاصابه. يعني النادي الاهلي كان بيخلص فيه، جات له اصابه رباط صليبي، رباط صليبي سنه، لما كان بيلعب مع الاردن قدام العراق. الراجل اتصاب في الدقيقه 7، خرج، ربطوا له رجله شويه سبراي، دخل في الدقيقه 11، في الدقيقه 14 بينط كده، كانت ضربه ثابته، فوقع فما قامش منها الراجل، ربنا يشفيه يا رب، وطلع على النقاله. فبعد كده الاتحاد الاردني لكره القدم اعلن ان هو عنده رباط صليبي سنه، وبالتالي النادي الاهلي اكيد 100% مش هتعاقد معاه، يعني او مش هيكمل الصفقه لو كان دخل. يعني احنا كنا سمعنا ان النادي الاهلي خلاص بيخلص فيه يعني. طيب اتكلموا عن شويه حاجات زي ما قلت لكم، مين هيقعد، مين هيجدد، مين بديل للمهاجم يزن النعيمات. اتكلموا عن بديل يزن النعيمات. يسرب قال لك بابلو الصباغ السوري. قال لك بابلو الصباغ هو سوري، معاه الجنسيه السوريه، امه معاه الجنسيه الفلسطينيه، بيلعب في منتخب سوريا. قال لك الراجل ده البديل ليزن النعيمات، ولكن الخطيب طبعا رفض، هو سيد عبد الحفيظ، لان اللاعب اصلا بيغني راب. الراجل بيغني راب ومش ده اسلوب لاعبي النادي الاهلي. قال له ان اللاعب ده هيتعبك، لان الراجل ده ممكن يكون بيشرب، ممكن يكون بيطلع طبعا يغني ويعمل فيديوهات والكلام ده. احنا عايزين لاعب يكون مركز في كرة القدم، ملوش غير اكل عيشه بس هي كرة القدم، تدريب للبيت، ياكل اكل كويس، الكلام ده كله. سهر ممنوع طبعا، احنا عارفين ان لعيبه النادي الاهلي ما فيش سهر ولا كده لو في الكلام ده، فده يطلع يغني راب. ياسر قال له طب احنا هنعمل كنترول على الموضوع ده. قال له احنا في مجتمع شرقي ومش هينفع معانا اللاعب ده، وخصوصا ان هو كمان هيجي كلاعب اجنبي لان هو سوري. فلو خلص باسبوره ومعاه، ويعني والدته معاه باسبور الفلسطيني، لو هو معاه باسبور فلسطيني وقدر ان هو يخلصه ممكن نستعيره 6 شهور. فموضوع بابلو الصباغ ده عليه علامه اكس، النادي الاهلي مش هيتعاقد معاه. طيب
تمسك يستر بالخيار الثاني. قالوا طب مين المهاجم الثاني اللي انت عايزه؟ قال لهم خلاص انا عايز ابراهيم دياباتي مهاجم جايس السويدي. طبعا زي ما احنا عارفين ان اخر مفاوضات مع النادي كان النادي بيتكلم في 1,750,000 يورو. قال هندفعه في يناير 1,750,000 في مايو. النادي الاهلي قال لك لا هندفع 1,650,000 دولار. فالراجل طبعا اتضايق مسؤول النادي وقال انا مش قراري ده، السعر اللي محدده رئيس النادي، واحنا كمان نزلنا 5% من اعاده البيع. وقفلوا الموضوع على كده وكانوا متضايقين جدا لان النادي الاهلي بيتفاوض معاه من شهور فمش راضيين يخلصوا. والمسؤول في النادي قال ان انتوا يا جماعه مش راضيين تخلصوا مع اللاعب واحنا بنتكلم معاكم عشان انتوا ليكم الاولويه اللي انتوا اتكلمتوا على اللاعب من الاول. الراجل جاي له عروض ثانيه وقفلوا الحوار على كده مش عارفين يتواصلوا معاهم تاني للتفاوض. طيب ابراهيم دياباتي طلع للاعلام السويدي وقال ان مفاوضات النادي الاهلي ما حصلتش معايا، والراجل كان متضايق طبعا لان النادي الاهلي اتجه ليه يزن النعيمات ويزن النعيمات اتصاب دلوقتي. فياسر ربي بيقول لك لا انا دلوقتي ما دام مش ينفع معاكم بابلو الصباغ انا عايز ابراهيم دياباتي. فالنادي الاهلي دلوقتي هيتقدم بعرض، يعني بعد الجلسه دي هم النادي الاهلي ينوي بتقديم عرض بشراء اللاعب ب 2 مليون دولار بدلا من 1,650,000. وكمان هيدوا له في الموسم الواحد 2 مليون دولار بدل 1,300,000. يعني هيزودوا العرض بتاعهم عشان يخلصوا وينهوا مع اللاعب. يعني الزوم اللي جايه او التفاوض اللي جاي يعني هيحددوا ميعاد لمندوب من النادي الاهلي يروح السويد عشان يخلص مع اللاعب ويحصل على توقيعه. ففي تفاوض جاد جدا من النادي الاهلي مع نادي جايس السويدي للحصول على خدمات ابراهيم دياباتي. هل ابراهيم دياباتي بقى هتروح هتلاقوه مشي اصلا؟ ممكن يكون يعني مضى لنادي تاني لعدم الجديه بتاعت النادي الاهلي بنتفاوض معاه بقى لنا شهور. فالله اعلم ان كانت الصفقه دي هتتم ولا لا، بس النادي الاهلي عايز ابراهيم دياباتي باي ثمن لان مفيش حل تاني قدامه. طيب تم عرض اسامه فيصل لان النادي الاهلي عايز 2 مهاجمين. فتم عرض اسامه فيصل من قبل الخطيب وسيد عبد الحفيظ. يسرب قال لك هاتوا اسامه فيصل لان ما فيش حد تاني كده، ما فيش مهاجمين تانيين مطروحين على الترابيزه الا واذا جد جديد بقى وفي عروض تانيه جديده، بس هم دول موجودين حاليا قبل يناير، ده يناير خلاص ما فيش وقت يعني. فالنادي الاهلي قال لك تمام هنجيب اسامه فيصل. تواصلوا مع اللاعب كان في معسكر مع المنتخب، كلموا اللاعب تحب تلعب للنادي الاهلي ولا ما تحبش تلعب للنادي الاهلي؟ قال لهم يا جماعه ده النادي بيراميدز داخل في الصفقه ويعني راجل النادي عايز يديني 20 مليون جنيه في الموسم وانا باخد دلوقتي مع البنك الاهلي 13 مليون جنيه في الموسم. قالوا طيب يا ابني انت عايز تلعب للنادي الاهلي ولا عايز تلعب لبيراميدز؟ فابدى رغبه اللاعب ان هو عايز يلعب للنادي الاهلي، طبعا جمهور وفلوس وبطولات والحاجات دي كلها وتاريخ. فالراجل قال لك ما عنديش مشكله ان انا العب للنادي الاهلي، والنادي الاهلي قفل معاه وينوي ان هو يتقدم بعرض ويخش في الصفقه بتاعه اسامه فيصل مع نادي البنك الاهلي. عرضوا على ياسر رب ايضا المدافع محمود الجزار لان بيراميدز طبعا عنده مشكله في الهجوم. عندك فيستون مايلي ده كده كده هيمشي، وكمان عندك المهاجم الثاني مروان حمدي مستواه في النازل. مروان حمدي مستواه في النازل وعندك فيستون مايلي هيمشي. فهو عايز اسامه فيصل بشده، عايز اسامه فيصل باي ثمن. هو عايز مهاجم بديل للناس دي. هيبدا الموسم بايه؟ لازم يبقى فيه مهاجم زي اسامه فيصل. فده اللي مخلي بيراميدز متمسك باسامه فيصل وعايز يدفع فيه 20 مليون جنيه في الموسم. طيب ايضا بيراميدز دخل في المدافع محمود الجزار، يعني هو كان داخل في الصفقه بالاثنين، عايز مدافع ومهاجم، عايز محمود الجزار واسامه فيصل. طيب لما تم عرض في الاجتماع ده اللي ما بين ياسر رب والخطيب و سيد عبد الحفيظ محمود الجزار، عرضوا عليه محمود الجزار قال انا كده كده عندي يعني ورا في الدفاع هيبقى عندي نقص لان في ناس كتير هتمشي في يناير، فانا ايضا عايز محمود الجزار.
فالنادي الاهلي ينوي ان هو يتقدم بعرض للاثنين لعيبه، محمود الجزار واسامه فيصل، والعرض هيقدموه قريبا جدا للبنك الاهلي، وهيتفاوضوا على اثنين لعيبه. كده بيراميدز داخل في صفقه حامد حمدان مع بتروجيت، والفايت دلوقتي او يعني النزاع دلوقتي والمزاحمه مع النادي الاهلي وبيراميدز على حامد حمدان. نفس الموضوع برضه، بيراميدز داخل مع النادي الاهلي في محمود الجزار واسامه فيصل مع البنك الاهلي. طيب، اتكلموا برضه عن ملف الراحلين، مع يثرب. ويثرب قال لك انا لا امانع في اعاره سيحه او حمزه عبد الكريم، الاثنين حراس مرمى، اعاره 6 شهور، لان انا عندي 2 حراس كبار، عندي شوبير وعندي الشناوي، فالاثنين سادين عندي الخانه بتاعت حراس المرمى، فممكن تعيرهم 6 شهور. طيب، وقال لك لا امانع في رحيل جراديشار واشرف داري، طبعا عشان يفضي مكان الاثنين اجانب. طيب، الاثنين اجانب اللي هم مين بقى؟ ابراهيم دياباتي، وكمان اتكلم عن يوسف بالعمري. فهقول لك دلوقتي عن يوسف بالعمري المفاوضات وصلت لحد فين. فهو عايز مكان 2 اجانب، فقال لك ما عنديش مشكله ان جراديشار واشرف داري يتكلوا على الله، عمر كمال ومصطفى العش وقفشه وعبد القادر، كل دول ما عندوش مشكله ان هم يتكلوا على الله، ولكن تمسك بديانج. ودي المشكله بقى، تمسك بديانج. ديانج زي ما احنا قلنا ان هو يمشي في يناير، ليه حق ان هو يمضي لاي نادي اخر في يناير، وهيتبقى له 6 شهور لسه في العقد بتاعه، والراجل عايز يجدد ب 2 مليون دولار، والنادي الاهلي بيتكلم في مليون 500، وفي عرض جاي له خليجي تمام بكام في ال6 شهور؟ ب 600 الف دولار. واعتقد ان النادي الاهلي كان موافق على موضوع البيع ده بتاع 6 شهور اللي هو يكسب فيه 650 الف دولار. ولكن ياسر رب دلوقتي هو موقف الدنيا، موقف الدنيا، وقال لك انا متمسك بديانج يا جماعه، عايز ديانج. فبعد افريقيا لما يرجع ممكن يقعدوا معاه تاني ويحاولوا ان هم يجددوا له يعني. حمزه عبد الكريم، قالوا طب حمزه عبد الكريم، قال له حمزه عبد الكريم ما عنديش مشكله ان هو يتباع او يروح اعاره. طب ليه يا عم ياسر رب؟ انا اصلا اتكلمت مع اللاعب، واللاعب عنده رغبه ان هو يحترف، وانا مش هقعد حد غصب عنه معايا في النادي، او هلاعب حد غصب عنه، فما عنديش مشكله ان هو يمشي. الخطيب قال له، خد بقى المفاجاه، الخطيب قال له يا باشا ان اصلا نادي برشلونه لم يتقدم بعرض رسمي ان هو اللاعب يروح لهم او يشتروا اللاعب او حتى اعاره او اي حاجه. قال لا، قال لهم امال ازاي اعمل الكلام ده؟ الناس كلها بتقول ان برشلونه مقدمه عرض للنادي الاهلي. قال لك لا يا باشا، ما فيش الكلام ده، ما فيش مسؤول ولا في اي ورقه رسميه او اي بيان من النادي تقدموا بيه لينا عشان ياخدوا او يشتروا او ياخدوا اعاره اللي هو حمزه عبد الكريم. قال لك وانما شركه اوروبيه كبيره تسويقيه كبرى، شركه تسويقيه اوروبيه كبرى اسمها CAA باس. الشركه دي شركه كبيره، هي اللي عايزه طلبت اللاعب، هي اللي طالبه اللاعب وعايزه ان هي تبقى وسيط تاخده توديه لبرشلونه ببلاش. لكن احنا مش بنتعامل مع شركات، احنا بنتعامل مع انديه. اذا حمزه عبد الكريم موجود معانا لحد ما يجي له عرض رسمي. اصل هو برضه اشمعنى يعني لما برشلونه عايزه، امال فين بقيه الانديه؟ فين توتنهام؟ فين الفرق الثانيه الكبيره؟ ما حد من الدوري الفرنسي، حد من الدوري الالماني، ما حدش يتكلم عليه غير برشلونه يعني. فكانت حاجه فعلا غريبه لحد ما تاكدنا من الخبر وعرفنا ان دي شركه تسويقيه اسمها CAA بس هي اللي عايزه اللاعب. زي الشركه اللي عايزه، اللي اتقدمت بعرض لوكيل اعمال امام عاشور، مش نادي، كانت عايزه تاخده وتوديه الدوري السعودي لفريق كبير تستثمر، يعني سمسره يعني يا جماعه، يعني الشركات دي ليها سمسره يعني. هتاخد اللاعب توديه لاي فرقه في الدوري السعودي، قال لك هندفع 50 مليون دولار. دي شركه برضه هتاخد اللاعب تسوقه لنادي برشلونه، تاخد عموله، عايز تاخده ببلاش. انتوا مجانين يا جماعه. فالنادي الاهلي قال طبعا لا، لما يتقدموا بعرض رسمي نبقى نشوف المفاوضات بتاعه حمزه عبد الكريم. لكن حمزه عبد الكريم
لسه قاعد معانا لان مفيش اي عروض رسميه اتقدمت لبيع او لشراء اللاعب. النادي الاهلي اتكلم مع ياسر رب على انهم خلاص خلصوا مع يوسف بالعمري. يوسف بالعمري خلاص اهلاوي في يناير، اعتبروا ان هو راجل خلاص اهلاوي، لان في الانتقالات الشتويه النادي الاهلي مخلص معاه، وخلص مع نادي الرجاء المغربي، ووافق الرجاء المغربي على المقابل المادي اللي مقدمه النادي الاهلي للحصول على خدمات يوسف بالعمري الباك الليفت. الصفقه في البدايه خالص كان الرجاء المغربي بيقول ان هو هياخد اشرف داري، كان هيقول ان هو هياخد اشرف داري ويدوا للنادي الاهلي يوسف بالعمري، والنادي الاهلي يدفع فرق اللي فوق 350 الف دولار، عشان اشرف داري بياخد في النادي هنا في النادي الاهلي 850 الف دولار، وهناك بيدوا 350، فكان النادي الاهلي يدفع الفرق. فاشرف داري قال يا جماعه انا حابب ان انا احترف في اوروبا، مش عايز اروح الدوري المغربي دلوقتي، وطبعا عشان اوروبا النادي الاهلي هيستفاد بالفلوس كامله، وانا هستفاد بالفلوس، وكمان لما اروح اوروبا هياخدوني في منتخب المغرب. فالنادي الاهلي احترم طبعا رايه يوسف بالعمري، ان شاء الله اهلاوي في يناير القادم. طيب، ارض اكتوبر، النيابه العامه طلعت بيان رسمي بخصوص ارض اكتوبر الخاصه او المسحوبه من نادي الزمالك. البيان بيقول ايه بقى؟ البيان بيقول ان تلقت النيابه العامه عده بلاغات بشان موضوع ارض نادي الزمالك الكائنه بمنطقه السادس من اكتوبر من محافظه الجيزه، واذا واشارت النيابه العامه التحقيق في هذا البلاغ، وقد كشفت عن عدد من الحقائق، وذلك على النحو التالي. قال لك ان الارض دي اتخصصت لنادي الزمالك في 2003، واتسحبت منه اكتر من مره لعدم الجديه في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط اعادتها، وكان اخر سحب للارض كان في 2020، وجرى امهال النادي مده عامين كمان. قالوا لهم خلاص يا جماعه هنديكم مده عامين كمان عشان تبداوا تشتغلوا بقى في الارض بقى، لان دي ارض الدوله، واللي انتهت في 24 3 4 24. وباجراء المعاينه تبين ان نسبه التنفيذ لا تتجاوز 2%، يعني بعد السنتين ما خلصوا راحوا بصوا في الارض لقوا ان التنفيذ لا يتجاوز 2%، 2% يعني صفر، ما عملوش اي حاجه، ما حطوش حتى قالب طوب من اجمالي الانشاءات. فتقدم النادي بطلب جديد لزياده مساحه المباني. يعني انت عايز تزود مساحه المباني وانت اصلا مش قادر تبني فيها حاجه، انت عايز مساحه المباني تزيد ازاي يعني؟ يعني انت اصلا مش قادر تشطب اوضه، فانت عايز 4 اوض تانيين مثلا، فطلب غريب يعني. فتقدم النادي بطلب جديد لزياده مساحه المباني مع طلب مده تنفيذ اخرى تمتد 4 سنوات. قال لهم يا جماعه زودوا لنا المساحه وعايزين 4 سنين، دول مهله 4 سنين كمان. فكان قرار الهيئه ضروره الحصول على موافقه من رئاسه الجمهوريه لعدم التزام النادي بشروط اتمام البناء في المده الممنوحه من قبل الرئاسه، والتي تنتهي في 3/4/24. يعني الرئاسه كانت مديانهم سنتين بعد ال 22 زياده كده، يعني منحه كده تساعد النادي ان هم يخلصوا، فحوشوا لحد 24 برضه ما عملوش حاجه، لا طلبوا زياده المساحه، وكمان عايزين 4 سنين مهله قبل صدور موافقه الرئاسه او صدور تراخيص بالانشاءات من هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. قام النادي ببيع اجزاء من المباني بعد ما تقدموا بالطلب، فالمفروض الموافقه تيجي من رئاسه الجمهوريه، لسه ما جاتش موافقه. قام النادي عمل ايه بقى؟ قام النادي ببيع اجزاء من المباني قبل انشائها اصلا، يعني باع المبنى قبل ما يتنشئ، وده مش من حقه يعني، الى جهات رسميه تعد اموالها من الاموال العامه ونشاطها بعيدا عن النشاط الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ قدرها 780 مليون جنيه. يعني الزمالك خد 780 مليون جنيه من شركات ومن جهات غير رياضيه قبل اصلا ما يطلع وينشئ اي مباني. جاء بفحص ما آلت إليه هذه المبالغ بما يشكل شبهة إهدار للمال العام. شبهة إيه؟ هو إهدار للمال العام. في لجنة معمولة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع. يعني ال 780 مليون دولار مليون جنيه دول راحوا فين؟ هيسألوا بقى نادي الزمالك راحت فين الفلوس دي؟ فمش يسحبوا الأرض بس، ده وقعتهم طين
عشان دخلوا في مشاكل لاهدار الاموال العامه. فنادي الزمالك ينسى بقى موضوع ان الارض ترجع له تاني، حتى لو رجعت مش يقدر يعمل فيها حاجه. ف 780 مليون جنيه، 780 مليون جنيه ودوهم فين 780 مليون جنيه؟